لو لسه فاكرة إن الفطير المشلتت معاكي محتاج لفرن للتسوية ومجهود يوم كامل، الفيديو بقى ده ليكي هيغير رأيك تماما. فطير الطاسة معايا النهاردة مورق وطري وزي الملبن يا جماعة، والأهم من ده كله إنه بدون فرن. هقولك إزاي ينفخ معاكي، أوعدك هتكوني أستاذة فيه. هنعمل بقى النهاردة شوية فطير خطيرة جدا، مورقة كده وطبقات وحاجة سهلة وبسيطة ومش هتتكلف أي حاجة. 5 كوبايات من الدقيق يا جماعة، أقل من كيلو. ده هنعمل النهاردة الدقيق معايا أقل من كيلو، هنعمل العظمة دي معايا النهاردة وسهلة وبسيطة، وهناكلها كمان مع العسل الأسمر والجبنة الحادقة معايا. اللهم بارك. هنعملها مع بعض بكل سهولة، بس الأول مش تنسوا اللايك والاشتراك، وكمان مش تنسوا تفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. هنبدأ بقى أحلى وصفة معايا النهاردة، الفطير المشلتت، بس مش تنسوا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندي هنا بقى في البولة 5 كوبايات من الدقيق يا جماعة، ما شاء الله. بعد كده بحط عندي معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح معايا، وبحط عندي كمان 3 معالق صغيرين من السكر. ما شاء الله، أنا عايزة الفطير معايا يكون مسكر يا جماعة. وهخلط بقى كل المكونات الجافة دي معايا دلوقتي. اللهم بارك. أتأكد إن هي اتخلطت معايا كويس جدا. بجيب بقى عندي هنا المية الدافية، لازم تعجني الفطير معاكي بمية دافية يا جماعة. ما شاء الله، شايفين حضراتكم؟ دي أهم خطوة معايا النهاردة، المية الدافية للفطير. اللهم بارك. بتخلي معاكي بقى إيه شوية فطير مهما يقعد معاكي بيكون طري جدا ومورق وحاجة كده عظمة من الآخر. هعجنه معايا كويس جدا لمدة 7 دقايق كده معايا. أهم حاجة أتأكد إن هو خلاص ما عادش بيلزق معايا، وبقت العجينة معايا متماسكة جدا. هنا بقى العجينة بتلزق معايا بالشكل ده، بحط عليها معلقة صغيرة من الزيت، أي زيت بقى موجود عندك بتحطيه. اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ وهبدأ بقى إيه ألم عندي كده العجينة بالشكل ده. ما شاء الله، دي أهم خطوة يا جماعة، خطوة العجن معايا. اللهم بارك. وبعد كده بقى هنشوف خطواتنا بكل سهولة جدا. أتمنى حضراتكم تتابعوني في القناة معايا، هتعجبكم بإذن الله وصفاتنا السهلة البسيطة اللي بنحاول على قد ما نقدر نعملها موفرة جدا واقتصادية، وفي نفس الوقت يا جماعة تنفع جدا لأي وقت وللعزومات، وبتبقى روعة جدا. اللهم بارك. شايفين العجينة بدأت تلم معايا كويس جدا معايا بالشكل ده. هعجنها كمان لحد ما توصل عندي بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ ادي العجينة لمت معايا كويس جدا. هنا بقى بغطي عليها بكيس تلاجة واحطها عندي على الرخامة لمدة 10 دقايق. شايفين حضراتكم بقى؟ دي أهم خطوة عندي، علشان دلوقتي هستخدم الرخامة دلوقتي في الفطير عما العجينة ترتاح كويس جدا. بجيب بقى مكان العجن كده والدقيق بحط عندي معلقة كبيرة من الخل على الرخامة. ودي بقى أجمل طريقة لتنظيف الرخام معاكي علشان تستخدميه للعجن، هي معلقة الخل، بتبقى عظمة جدا. تعالوا بقى بعد ما العجينة ارتاحت معايا لمدة 10 دقايق، أهم حاجة لازم تريحي معاكي العجينة كويس جدا. بروح عاملاها عندي كده على الرخامة وفردها رول كويس جدا معايا بالشكل ده، واروح مقطعاها عندي بقى ايه لقطع كده صغيرة. هتشوفي بقى انت عايزة قطع كبيرة قطع صغيرة زي ما انت حابة هتقطعيها معاكي بالشكل ده. شايفين حضراتكم؟ أنا هنا عملتها ل7 قطع معايا صغيرين. اللهم بارك. بعملهم عندي كور كده صغيرين، وبروح جايبة معلقة سمنة يا جماعة. ما شاء الله، هدهن بقى الصينية معايا بالشكل ده، وبعد كده هكور عندي الفطير معايا. اللهم بارك. واركنه بقى عندي كده على الرخامة واغطي عليه كويس جدا معايا. اللهم بارك. لمدة 5 دقايق معايا، لازم تريحي معاكي العجينة كويس جدا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ وهنا بقى الخطوة دي بحط عندي على الوش رشة كده من السمنة. اللهم بارك. وهغطي عليها بكيس تلاجة اسيبها ترتاح معايا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ ادي الفطيرة معايا. بعد ما ارتاحت معايا بروح جايبة واحدة معايا بالشكل ده وافردها عندي بالسمنة. اللهم بارك. هتلاقيها اتفردت بسرعة جدا. ليه؟ علشان خطوة تريح العجينة معاكي دي الخطوة اللي بتخلي معاكي الفطير ممتاز جدا. هنا بقى هنعمل الخطوة الفرد دي في كل الفطير معايا. ما شاء الله، اللهم بارك.
ودي بقى الخطوة المهمة اللي بتخلي معاكي العجين مورق جدا ما شاء الله. هنا بقى هخلص معايا كل كمية الفطير كده معايا، اللهم بارك، كلهم هخلصهم واحطهم على الرخامة. شايفين يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم احنا هنستخدم الرخامة بالشكل ده معايا، دي اهم خطوة زي ما حضراتكم كده شايفين، اللهم بارك. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة جدا ما شاء الله. شايفين ادي مش محتاجة اي حاجة خالص ما شاء الله. هخلص بقى كل كمية كده العجين معايا بالشكل ده، وهسيبه يرتاح معايا كمان لمدة 10 دقايق كمان. شايفين يا جماعة ادي هنا بقى خلصت معايا كل الفطير معايا بالشكل ده، الفرد بتاعه هسيبه عندي لمدة 10 دقايق زي ما قلت لحضراتكم، دي اهم خطوة معايا. عملت عندي كل الكور اللي معايا بتاعت الفطير اللي انا قطعتها قدام حضراتكم. تعالوا بقى بعد ما ارتاحت معايا، شايفين يا جماعة تتفتح معايا ازاي والفطير مورق جدا اللهم بارك. خطوة تريح العجينة حتى كمان بعد ما فردتها معايا قطع لازم تريحيها، علشان الخطوة دي الفطير يفرد معاكي كويس جدا ويطلع طبقات. هنا بقى بدهن عندي سمنة بالشكل ده واروح مقفلاها ما شاء الله زي ما حضراتكم كده شايفين ادي الفطيرة معايا ممتازة جدا. هحطها بقى على ما اخلص كل الكمية اللي معايا. شايفين حضراتكم دلوقتي بقى هحاول اخلي عندي الرخامة معايا بالشكل ده علشان افرد معايا الفطيرة وحضراتكم تشوفوها معايا بالشكل ده. شايفين يا جماعة شايفين الفطير معايا بيفتح ازاي اللهم بارك. شايفين الخطوة دي مهمة. شايفين خطوة التريح معايا العجينة معايا وصلتني لإيه ما شاء الله، حاجة كده خطيرة جدا. ومش تقلقي لو هي اتقطعت منك، اعمليها زي ما انت شايفاها كده بالظبط ادي. بس اهم حاجة ادهني سمنة معاكي وبعد كده قفليها كويس جدا اللهم بارك. شايفين حضراتكم بعملها بقى بالشكل ده واخلص عندي كل كمية الفطير معايا. شايفين يا جماعة الفطيرة معايا اتفتحت جدا ما شاء الله، وبالفرشة عندي بدهن بالسمنة ما شاء الله. فطير يعني سمنة اللهم بارك. ونوع السمنة اللي انا مستخدماه سمنة روابي يا جماعة بالقشطة، نكهة مميزة جدا وبتدي للحلويات عندي وللمعجنات ريحة خطيرة جدا، بتبقى طعمها مميز وريحتها فعلا بتجيب لآخر الشارع معايا اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي قفلتها كويس جدا معايا بالشكل ده. شايفين يا جماعة فقاعات الهواء اللي في العجينة مميزة جدا 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 اللهم بارك. شايفين بقى يا جماعة شغل البيت مفيش أحلى منه، والدقيق طالما في البيت دقيق يبقى كله هيبقى بركة إن شاء الله يا ربي من الرحمن بإذن الله. وتعالوا بقى وإحنا بنشتغل كده نذكر الله عز وجل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لازم كل واحد فينا لسانه يبقى رطب بذكر الله عز وجل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أحباب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وكده بقى خلصنا أهم مرحلة معايا هي مرحلة الفرد. تعالي بقى على مرحلة التسوية معايا، ليها يا جماعة تكنيك معين جدا، لو عملتيه غلط الفطيرة هتنشف منك. ركزي معايا في درجة حرارة معينة معايا أثناء الدهن. الخليط لازم تعملي فيه خطوات مميزة جدا، هو ده اللي هيخلي معاكي الفطير مورق وريحته بتجيب معاكي لآخر الشارع. هنا بقى فردته معايا بالشكل ده. عندي بقى طاسة سخنة على البوتاجاز يا جماعة، بجيب عندي دهنة حلوة كده بالفرشة من السمنة معايا، بدهنها كويس جدا وبعد كده بفرد عندي الفطيرة اللهم بارك. شايفين حجمها وسط بس مميزة جدا اللهم بارك وطعمها خطير والله بجد. أنا عايزة أقول لكم إن أنا وولادي اتعشينا بالفطير ده مع العسل والجبنة الحادقة، أكلة مميزة جدا. شايفين حضراتكم ادي بتستوي معايا على نار هادية جدا يا جماعة. أهم حاجة مرحلة التسوية لازم النار تكون عندك هادية ما شاء الله علشان يستوي معاكي كويس وفي نفس الوقت يورق. وكمان شايفين يا جماعة الفطير بيعلى معايا ازاي اللهم بارك، يبقى كده معايا الفطير ناجح جدا ما شاء الله. حابة بقى تغطيه زي ما أنا غطيته كده، تسيبيه من غير أي غطا كمان يستوي معاكي زي ما هو كده، مفيش أي مشكلة خالص. تعالي بقى هنا بعد ما قلبته معايا بالشكل ده
معاكي كمان دهنة من السمنة معاكي تكون معاكي وانتي في التسوية يا جماعة. شايفين حضراتكم دي أهم مرحلة. عندي هنا الطاسة كمان محتاجة لسمنة، بزود كمان عندي بالفرشة سمنة. ما شاء الله شايفين حضراتكم. وهبدأ بقى كده ايه كده التسوية معايا ممتازة جدا. هدهن عندي سمنة وهرجع عندي أفرد الفطيرة معايا بالشكل ده واسيبها تستوي معايا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم لازم أفردها كويس جدا. وبكده بقى أول فطيرة طلعت معايا لازم وهي سخنة أدهنها عندي بسمنة وأغطي عليها يا جماعة علشان تكون طرية جدا معايا لو قعدت أطول فترة ممكنة. هسوي بقى عندي الفطير بالشكل ده. ادي بزود عندي طبعا على الوش سمنة، وكمان الطاسة كمان بزود فيها سمنة بالفرشة معايا بالشكل ده. دي مرحلة تسوية مهمة جدا وعلى نار هادية يا جماعة، مش بستعجل عليه تماما علشان يستوي معايا ويطلع معايا يبقى مورق وزي الملبن والعسل. اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي بيزيد معايا ازاي ومقرمش جدا. اللهم بارك. وفي نفس الوقت طبقات من جوه خطير جدا. شايفين حضراتكم ادي التسوية معايا مظبوطة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم حابين تغطوا على الطاسة معاكم مفيش اي مشكلة خالص، تسيبوها مكشوفة مفيش اي مشكلة خالص. ادي هخلص بقى كل كمية الفطيرة عندي كده. اول ما بيطلع معايا بديله كمان دهنة من السمنة واغطي عليه زي ما انتوا شايفين كده معايا. هخلص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده وهنبدأ بقى ايه نقدمها معايا مع احلى كده عسل وشوية كده من الجبنة الحادقة اللي بالشطة يا جماعة. اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي كمية الفطير معايا ممتازة جدا. اتمنى حضراتكم تجربوه وكل سنة وحضراتكم طيبين. ويا ريت تقولوا لي في التعليقات بتحبوه بالعسل ولا بتحبوه بالجبنة القديمة. وكل سنة وحضراتكم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.